كله خير الحمد لله والله يا كابتن. عندي خبر بيؤكد انك وقعت للزمالك رسميا، وانه مشكله المستحقات انتهت، وانك استلمت شيك النهارده بتاريخ النهارده يحق لك صرفه، وبالتالي اصبحت لاعبا مقيدا في نادي الزمالك على سبيل الاعاره لمده موسم. صح ولا غلط؟ لا يا كابتن، هو نص ونص بصراحه، يعني طب قول مش النص الحلو. بالظبط. النص الحلو اللي انا طبعا يا كابتن، يعني انا كنت اتفقت من 3 اسابيع على حاجات، على حاجات معينه في العقد وكده، فالمفروض اتاجلت اسبوع في اسبوع في اسبوع. فطبعا النهارده مكالمه الكابتن حسن شحاته ليا، امم يعني خلصت كل حاجه الحمد لله. يعني انا اتكلمت مع الكابتن حسن النهارده، امم وحضرتك عارف يعني الكابتن حسن شحاته ما حدش يقول له لا بصراحه. يعني طبعا انا طبعا. اتكلمت استريحت نفسيا، امم وفعلا يعني في شيك المفروض اللي احنا يعني اقول المواعيد بقى يعني قدام الناس كلها عشان الناس تبقى امم عارفه. المفروض اللي انا شيكين، هاخد شيك اصرف يوم الخميس ان شاء الله بعد بكره، اه بعد بكره ان شاء الله، والشيك التاني الخميس اللي بعده. اه دول بالظبط التواريخ، بس انا مش عارف التواريخ بالظبط، بس هم قالوا لي كده النهارده اه الشيكين هتاخدهم، هتصرف واحد الخميس ده، واحد الخميس اللي بعده. طيب. وبس. يعني انا كده قلت لهم مفيش مشكله يا كابتن، يعني انا اتنازلت. المفروض ايه يعني اللي انا متفق معاهم من اسبوعين فاتوا، اللي انا اخد المقدم ال 50% من قيمه العقد بتاعي. بس طبعا انا اتكلمت مع الكابتن حسن امم واتفقت معاه ان انا مفيش مشكله اكون متواجد في نادي الزمالك من غير ما اخد فلوس ومن غير اي حاجه. هتبدا التمرين امتى يا احمد؟ بكره ان شاء الله اكون متواجد مع الفرقه ومع زمايلي ان شاء الله. طيب انت قيدت افريقيا مش كده؟ المفروض النهارده يعني انا بعت احمد يحيى اللي هو نائب وكيل الكابتن سامر النحاس، بعته النهارده بالعود للكابتن حماد انور. امم المفروض اللي هو ختمهم الصبح من نادي الزمالك، وهيجي النهارده على الساعه في انتظارهم. انا جايبين لي الشيكات وجايين على بورسعيد، هيختموا من النادي المصري العقود، وان شاء الله يطلعوا بكره الصبح يخلصوا اجراءات الافريقيا عشان السفر يوم الخميس ان شاء الله. احمد بامانه شديده جدا، يعني تردد انه كان البعض بيحارب وبيجاهد انه يمنعك من الانضمام لنادي الزمالك. مش هقول لك قول لي اسماء، لكنه هل بالفعل كتير ضغطوا عليك عشان ما تنضمش نادي الزمالك؟ بصراحة يا كابتن، يعني بنسبة يعني 80% من الناس اللي أنا أعرفها كلهم قالوا لي ما تروحش نادي الزمالك. امم نادي الزمالك فيه مشاكل كتير، نادي الزمالك فيه أزمات كتير. امم أنا والله يا كابتن يعني أنا حاربت الدنيا كلها ومضيت في نادي الزمالك، لأن أنا عارف نادي الزمالك، بقول يا زمايلي في نادي الزمالك الناس كلها بتشكر في نادي الزمالك. امم فطبعا ده أنا حابب إن أنا آخد التجربة دي وأخش المنافسة القوية اللي هقابلها في نادي الزمالك، لأن برضه مع وجود الكابتن عبد الواحد السيد ده هتبقى منافسة قوية بيني وبينه. فانا حابب ان شاء الله ان انا اخد التجربه دي واتغلب على اي مشاكل، بحيث ان السنه دي ان شاء الله اطلع بينا بكل المكاسب يعني. وشرف برضه يا كابتن في الاول وفي الاخر ان اي حد يلعب في نادي الزمالك، لان دي هتزوده وبتعلي من اسمه. يعني اللعب اهلي وزمالك دي حاجه قيمه كبيره بتبقى في حياه اللاعب. احمد، في حاله تخوف انه عبد الواحد ده اسم كبير عند الزملكاويه وجمهور الزمالك، وعمل السنه اللي فاتت موسم اكتر من رائع، وانت ما شاء الله حارس اثبتت وجودك بعنف الفتره الاخيره او الفتره قبل الاخيره، بس هتكلم معاك شويه على الفتره الاخيره. انه تبقى جليس دكه البدلاء، انه ما تلعبش، وانه يبقى فيه نوع من انواع المشاكل مش بينك وبين عبد الواحد. اكيد العلاقه بينك وبين عبد الواحد طيبه، لكنه في حاله عدم لعبك يعني. لا يا كابتن، هقول لحضرتك طبعا يعني هو هنا برضو كان في النادي المصري برضو كان موجود الكابتن امير عبد الحميد، طبعا حارس كبير برضو. كانت يعني هي مش مشكله، هي دي يا كابتن يعني هتبقى منافسه بيني وبين الكابتن عبد الواحد او بيني وبين الكابتن امير، فدي اول حاجه بترجع لينا لمستوانا احنا الاثنين. واكيد يعني الكابتن امير لاعب، بعدها فتره انا لعبت، بعد كده رجع الكابتن امير لاعب، بعد كده رجعت انا لعبت تاني. فهي مش هتبقى ازمه، لان طبعا في مدير فني وفي مدرب حراس مرمى طبعا، اكيد هم اللي شايفين اللي جاهز واللي شايفين اللي بيتمرن كويس واللي بيتمرن بجديه والانسب للماتش ده هيحطوه. فطبعا دي حاجه هتزودني. يعني انا اتمرنت مع كابتن عصام طبعا استفدت منه، يعني ما اتمرنتش خالص مع كابتن عبد الواحد، بس اكيد لما اتمرن هستفاد منه، هاخد منه حاجات كويسه. فدي هتعود لنادي الزمالك وهتعود ليا انا وكابتن عبد الواحد. فاتمنى ان شاء الله يعني اللي يجتهد والاحق اللي هو يلعب في الفتره الجايه يبقى هو اللي موجود ان شاء الله يعني. واكيد الكابتن حسن مش هيظلم او الجهاز الفني مش هيظلم، هيشوف مثلا واحد بيتمرن كويس هيلعبه اكيد. ايه شكل العلاقه بينك وبين الكابتن عبد الواحد السيد؟ هو انا والله ما يعني بالظبط انا ما سلمتش على الكابتن عبد الواحد غير مرتين. مره كانت في اول تجمع ليا، كان الكابتن حسن هو اللي كان ماتش جنوب افريقيا، كان هو اللي ماسك كابتن حسن شحاته. بحاول اجيب لك كابتن عبد الواحد يبقى معاك على الهوا دلوقتي، يرحب بيك على الهوا. اتفضل يا احمد. تمام. فاول مره قابلته كان هو تقريبا عنده حاجه في دراعه، كان مصاب او حاجه في ركبته، فدي المره الوحيده سلمت عليه فيها. والمره الثانيه كانت في فندق دوسيت، دي المره الثانيه اللي انا سلمت عليه فيها. لكن ما حصلش اتصالات هاتفيه، ما حصلش اي لقاء. هيبقى بكره في الملعب. كابتن ان شاء الله يعني بكره ان شاء الله يعني ان شاء الله هقابله بكره في الملعب ان شاء الله. وزي ما قلت لحضرتك هو راجل كابتني وراجل
حارس كبير، فان شاء الله استفيد منه، وان شاء الله يعني احنا الاثنين نزود بعض. احمد، وصلت للتوب في مستواك مع المنتخب الاولمبي في البطوله الافريقيه، وكملت في مباراه النيجر بالتحديد، اديتها كافضل ما يكون هنا في القاهره، ثم مباراه البرازيل مع المنتخب الاول، والكل خلاص توقع انك تكون الحارس الاساسي، لكنه فجاه حصل لك هبوط في المستوى. لابد ان نعترف جميعا بده. دورة طولون ما كنتش على المستوى المأمول اللي احنا كنا شايفينه. البعض فسر انك كنت مشغول بعمليه الاحتراف في ريال بيتس، لا الزمالك، لا ليرز، لا الاهلي، لا القصه، لا الحدوته. ثم في النهايه فقدت مكانتك اللي كنت وصلتها كاساسي في المنتخب. يعني هل ده صح ولا غلط، ولا انت قادر على العوده لمستواك ولا لا؟ طبعا يا كابتن، يعني كلام حضرتك صح ب 100%. انا نفسي عارف ان انا الفتره اللي فاتت ما كنتش كويس، وما كنتش الشناوي اللي الناس عارفاه واللي الناس يعني حاطه عليه امل كبير. برضه راجع لاسباب. يعني اول حاجه طبعا الفتره اللي فاتت كلها كنت انا مركز تركيزي كله اللي انا همضي هنا، هروح هنا، طب النادي توقف، فانا مش عارف مصيري ايه. الكابتن يكلمني يقول لي تعالى معانا الزمالك، الكابتن يكلمني تاني يقول لي لا انا احترف احسن. فانا كل الامور دي بتخليني نازل التمرين مش مركز في التمرين، بتخليني اللي انا نازل عاوز التمرين يخلص عشان اطلع اشوف مين اللي يكلمني. نعم. عشان اشوف خلاص خلصت فين ولا الامور وصلت فين. فكل ده بيخليني مش مركز، وبالتالي ببقى في التمرين مش كويس. فطبعا الجهاز الفني شايف ان الشناوي مش كويس في التمرين، فمش هيلعبه. نعم. فطبعا دي الامور دي كلها راجعه عليا، اللي ادت خلت مستوايا مش كويس ومش مركز في التمرين والتمرين وفي الماتشات. بس انا الحمد لله الفتره اللي فاتت من بعد ما الموضوع بتاع نادي الزمالك حوالي 3 اسابيع، الكابتن زكي عبد الفتاح، ومش هنسى الكلمه دي، قال لي بعد ما مضيت بعدها بيومين بالظبط، كان ليله ماتش افريقيا الوسطى اللي هنا، ويوم الماتش عاده في التسخين بتاعنا اللعيبه بتخلص وتشوط على الجون، فطبعا الكابتن عصام بيطلع وانا بنزل. فلما جه بعد ماتش افريقيا الوسطى بعد الاجازه، قال لي انا اول مره اشوف مستواك رجع بعد ماتش البرازيل، لان انا ما اتجمعتش معاهم بعد ماتش البرازيل غير في الوديات. فقلت له انا بس كنت مشغول الفتره اللي فاتت وما كنتش مركز في تمريني. فطبعا انا رجعت وركزت تاني، وحتى الخواجه ومستر بوب رادلي والكابتن ضياء شافوا ده في التمرين، ان مستواي رجع تاني، وابتديت اركز تاني، لان احنا داخلين على بطوله جامده. ما ينفعش ان الواحد يتراخى في التمرينات، لان دي مصير برضه. دي يعني انا حاطط هدف قدامي ان الاولمبيات اللي جايه دي ان شاء الله ربنا يكرمني فيها واقدم مستوى طيب زي بطوله المغرب، بحيث ان الايجنتس اللي هيبقوا موجودين ان شاء الله يحطوا عينهم عليا واحترف يعني ان شاء الله. على اساس انك رايح الزمالك اعاره لمده سنه يعني. يعني انا نادي الزمالك اعاره لمده سنه. اتمنى يعني لو ربنا كرم ان شاء الله وعملت موسم كويس في نادي الزمالك ان شاء الله. برضه نادي الزمالك يعني مش نادي قليل، نادي كبير بره. طبعا اسم كبير طبعا، امال ايه طبعا. الناس كلها بتتفرج على نادي الزمالك في بطوله افريقيا. بتمنى برضه ان شاء الله لو لنا نصيب وكان لنا نصيب ولعبت الناس تتابع احمد الشناوي، وان شاء الله اقدر اقدم حاجه كويسه زي الفتره اللي فاتت ان شاء الله. هذا التراجع ايضا في مستوى منتخبنا الاولمبي، والناس كلها قلقانه من المنتخب الاولمبي والمرحله اللي جايه. يعني برضو بعد ما اقنعتونا في عدد من المباريات، حتى رغم الخساره من اسبانيا 3-1، لكن الاداء في المغرب كان جيد، لكن الناس حاسه انه في نوع من انواع القلق داخل المنتخب. هل شايف انه ده ممكن يستمر الاولمبياد، ولا انتم قادرين برضو على تخطي المرحله الصعبه دي؟ لا ان شاء الله. يعني يا كابتن انا اتفرجت على البطوله اللي فاتت وبطوله فرنسا، احنا ما اديناش المستوى المطلوب مننا، وده برضو راجع لعدم، لان احنا يعني الفرقه حوالي 5، يعني احنا 4 ولسه في ناس مصابه مننا اللي عنده رباط صليبي، وفي هشام في الاخر اتصاب رحمن. يعني الاصابات بتيجي ورا بعض واحنا مش موجودين وما بنتجمعش خالص. ده راجع وكمان يا كابتن حاجه مهمه، ان كل فتره بيتعمل ماتش ودي او سفريه بره، فمفيش دوري شغال هنا في مصر. ده يعني اللعيبه كلها اللي كانت موجوده كانت بتلعب في انديتها في النادي، فطبعا ده راجع للمستوى الاول والمستوى المنتخب الاولمبي. فان شاء الله احنا هنتجمع كلنا وهنكمل تاني. الناس اللي كانت في المنتخب الاول هتنزل، زائد ال3 اللي الكابتن هاني ان شاء الله الجهاز الفني هيستقر عليهم، كل دول هيزودوا المنتخب ان شاء الله. اتمنى ان هم يكونوا اضافه، ويكونوا الفتره الجايه في الماتشات اللي هنلعبها في فرنسا. هنلعب حوالي 3 ماتشات فرنسا وماتش في انجلترا قبل لندن ان شاء الله. ال4 ماتشات دول يكونوا تجربه يعني مفيده، ويكون الكابتن هاني يستقر على اللعيبه كلها وعلى القوام الاساسي للمنتخب ان شاء الله. احمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني والمنتخب الاولمبي والمنضم للزمالك اليوم رسميا، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله عز وجل، تكون عند حسن ظن الجميع، والف مبروك توقيعك الرسمي لنادي